وهذا ايماننا. فما الذي حدث؟ الذي حدث ان الامة تركت كتاب ربها وتركت سنة نبيها. اعجب معي لتجارة الاعراض. تاجر كبير يتاجر في اعراض البنات صدر 82 فتاة الى لبنان، بلد الجنس، بلد التبشير، مراكز الصليب. صدر 82 فتاة من بنات المسلمين ليأخذوا اجرا غاليا ليعملن مضيفات في الفنادق، ولكن الحقيقة انهن عملن تجارا في اعراضهن. ذهبت الفتيات الى لبنان لترفع رجل مصر عارية. ما هذه المأساة؟ ما هذه المأساة؟ وفي الوقت الذي نرى فيه العدو يتحرش بنا، عدو على ضفاف القناة، وعدو في داخلنا ينشر عبادة الصليب، ومع ذلك ارادوا ان يقبضوا على تاجر الاعراض فهرب بجواز سفر مزور وذهب. وهل انتهت تجارة الاعراض؟ اننا لكي نعرف الله ولكي نقف امام عدونا لابد اولا ان نعقد معاهدة صلح مع الواحد الديان. لو اصطلحنا مع الله لن تقف امامنا قوة السماوات والارض بيد من لا يغفل ولا ينام، بيد الله. وانا لا زلت اذكر هذا الحادث الذي وقع في سنة 1965 في مصر، وفي السجن الحربي على وجه الخصوص امر قائد السجن يومها باعتقال عالم من علماء المسلمين بلغ من العمر 70 عاما. وقائد السجن هو الان وراء القضبان في احدى سجون مصر، وكان يمثل مركزا من مراكز القوى العاتية. وجيء بالعالم المسلم ودخل السجن وظهره منحني لا يقوى على رفع نصفه الاعلى، فامر بادخاله زنزانة كئيبة مظلمة. ودخل العالم وهو يردد على لسانه حسبي الله ونعم الوكيل. فبماذا امر قائد السجن يومها؟ امر احد الجلادين ان يدخل مع العالم كلبا متوحشا لينهش لحمه ليقبض باسنانه على عنقه. وجيء بالكلب، وكان كلبا منظره مخيف ومرعب. ودخل الكلب زنزانة العالم العارف بالله، وارسل قائد السجن يستفهم ماذا فعل الكلب مع هذا. فقال له الجندي ان الكلب لم يمسسه بسوء. فقال له ادخل الكرباج من عين الزنزانة واثر الكلب عليه حتى يعضه. فذهب الجندي ينفذ الاوامر التي هي كلها غضب لله،
ومعصية لله، واخذ يستثير الكلب فوجد العالم ساجدا بين يدي الله والكلب جالس بجانبه يحرسه كالقط الوديع. انت تريد وانا اريد، ولا يكون الا ما اريد، فان سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد، وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد، ولا يكون الا ما اريد. سأل قائد السجن جندية كيف حال الكلب مع السجين؟ قال له لم يقربه بأذى، ساجد بين يدي الله والكلب في حراسته. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فماذا قال قائد السجن؟ قال للجندي بادر واخرج الكلب حتى لا يصاب بالبرد. يخاف على الكلب من شدة البرد ولا يخاف على عالم يقول لا اله الا الله. سبحانك سبحانك يا صاحب العزة القائمة، سبحانك يا صاحب المملكة الدائمة. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. اخرج الكلب حتى لا يتأذى بنزلة برد. اين قائد السجن الان؟ اجرى الله النكسة على يديه، فقد كان وزيرا للحربية يومها. اجرى الله النكسة على يديه. اتق دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عينك، تنام عينك، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة، ان لهؤلاء الناس ربا، ان لنا ربا لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء. ان هناك كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ان هناك ديوان محاسبة، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ان هناك ديوان محاكمة، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. معاشر السادة الاعزاء، لكي نسلك الطريق الحقيقي لا بد من تنفيذ هذه الاشياء. يجب تدريس الدراسات الاسلامية، الحديث والتفسير والعقيدة والاحكام الشرعية في شتى مراحل التعليم حتى نهاية التعليم الجامعي، لكي نواصل زحفنا امام التبشير. يجب العناية التامة بدراسة الاسلام في شتى مراحل التعليم. الامر الثاني، يجب اصدار جريدة دينية يومية
تتكلم باسم الاسلام وترد على احداث العصر يوما بعد يوم. ليس هناك جريدة دينية يومية، هناك مجلات شهرية ولكنها لا تكفي، الاحداث متكررة كل صباح. يجب ان يكون هناك جريدة تتكلم بصوت الاسلام وترد على مفتريات المفترين. ما كان ينبغي لمثل لويس عوض ان يقول ان الرجوع الى الاسلام عقدة اخرتنا 1000 عام. لويس عوض الصليبي بدأ يتكلم عن الاسلام ويقيم الاسلام. لو كان هناك جريدة يومية لاشبعت نفوس المسلمين بالرد دفاعا عن كلمة لا اله الا الله. ثالثا يجب اصدار قوانين بحماية الاسرة، حماية الاسرة من الخلل. لقد اهتزت البيوت وخر السقف على اهلها واتاها العذاب من حيث لا يشعرون. حماية الاسرة تكون بتعيين في اسلامي للمرأة. ان اجساد النساء اصبح شبه عار، وان شئت فقل اصبح عاريا، وقد اقبل فصل الصيف، وعندما ياتي الصيف تفتح ابواب الغضب. الكاسيات العاريات، المائلات المميلات، السابحات الفاتنات، اللاتي يعلن الحرب على رافع السماء. حماية الأسرة بتعيين زي للمرأة يتوفر فيه 3 شروط: ألا يشف عما تحته، وألا يصف الأعضاء، وأن يكون ساترا لجميع جسد المرأة. رابعا يجب تحويل محلات الكوافير إلى حلاقة للرجال. خامسا يجب إصدار قانون بمحاكمة من يخرج على تعاليم الله ورسوله. يا معاشر السادة، اذا سرنا على هذا النهج فان الله سيأخذ بيدنا. لن تهمنا امريكا ولا اساطيلها، ولن نطلب المدد من روسيا ولا غيرها، انما سنطلبه من الله وحده بعدما نعتمد عليه ونعد للاعداء ما استطعنا من قوة. معاشر السادة، اللهم لقد بلغت، اللهم فاشهد على عبادك. ان النصارى يريدون ان يحولونا الى بروتستانت وكاثوليك وارثوذكس، ونحن نعلنها من هذا المكان صريحة مدوية بان كلمة التوحيد لا اله الا الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. ونحن نقول للأنبا شنودة من هذا المكان، وانا اعلم ان هناك قسسا تسمعني خارج المسجد بحجة الوقوف على محطة الاتوبيس، نقولها بصراحة: وفروا عليكم اموالكم فان غنى المسلمين غنى النفس. الاسلام لن يباع بالمال، لن يباع الاسلام بالمال. وفروا اموالكم على انفسكم، واعلموا ان راية التوحيد ستظل مرفوعة الى يوم القيامة. معاشر الاخوة الاعزاء، لا اله الا الله. سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن الخائف في رحابنا،
وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، صمت اذن الدنيا ان لم تسمع لنا.